الشيو ديال الغاز في الدبور ديالها ويطلق الغاز ديال البوطه. لا هادشي خطير. الان السيده راه المصارن ديالها في حاله خطيره، في حاله جد خطيره. والكثير والغريب في الامر سي محسن في هذا الامر هذا الا وهي شد اعزكم الله مشاهدينا الكرام الكاكا ديالها وخلط عليها مع الدول يوكلها ليها وبقات محتاجه لمده ديال 7 ايام وهي مع الدريه. كيف يعقل؟ لا نحن امام وحش ادمي يا سي محسن. لا اسمح لي، اذا اليوم رساله للبنات خص يعرفوا مع من يمشيو، خص يعرفوا مع من يتعاشروا. هاد السيده اللي كان هو وياه في واحد العلاقه غير شرعيه وملي بغاتو انه يتزوج بها وهذا الى غدا وقالت لي انا غادي ندير بك شكايه وهذا الى غدا مشى احتجزها ودار على اشد ما يمكن من العذاب، لدرجه ان حتى الكتف ديالها من هنا بدا كيشد لها اللحم وكيشرطوا لها وكيدير لها جبين والملحه. السيده راه في حاله خطيره. ما بقى لها هاد السيد والو، بقى لها كنشعل فيها بركه ديال العافيه وصافي. هذا هو اللي بقى. فنحن اليوم السي محسن الله يخليك حنا كحقوقيين نؤيد ونؤازر باش تكون هاد السيد هذا ما اقصى ما يمكن من العقوبات، لانه هذا السيد هذا يشكل خطر، هذا سفاح، هذا مجرم. لا اسمح لي. من هذا ايضا سي محسن الا وهو انه شد لها المطرقه وهرس لها سنانها كاملين وهرس لها راسها جوج ديال راسها وهرس لها هنايا جهه الاذن ديال. هذا راه مارس عليها اشد ما يمكن من العذاب. هذا العذاب الاليم. هذا اليوم كيف يعقل؟ كيف يعقل سي محسن؟ هذا السيد راه جد خطير.